تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة اللي بتدور كلها مع شاب اسمه بين، واللي بيكون قادر إنه يتحكم في الوقت، ولكن عشان يقدر يعمل ده بيمر بشوية ظروف كده. يا ترى إيه هي الظروف اللي ممكن تخلي إنسان يقدر يتحكم في الوقت، وإزاي هيقدر يعمل ده؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى ما أحكي لك القصة من أولها. وقبل ما نبتدي حبيت أفكرك تنزل الأول بسرعة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصله إشعار نزول أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. وبينا ندخل على قصتنا النهاردة، وبنبدأ أحداث قصتنا مع سوزي حبيبة بين، وهي متعصبة وبتزعق مع بين لأنه عايز ينفصل عنها بعد 2.5 سنين من ارتباطهم. ندل، وبالرغم من إن قرار الانفصال بيكون قرار بين، إلا إنه بيدخل في حالة نفسية سيئة جدا وبيكتئب تساهل، على عكس سوزي اللي بتكون قدرت إنها تتخطى الموضوع بسرعة وبترتبط بشخص تاني. وبعد أسبوع بس من انفصالهم بيشوف بين سوزي وهي قاعدة مع حبيبها الجديد، وبيكون باين عليها إنها مبسوطة جدا وقدرت تتخطى الموضوع. يا سلام، ما بتضيعش وقت. فبيحزن بين جدا وبيستغرب ازاي قدرت تنسى حبهم بسرعه دي، ده على اساس مش هو اللي سايبها اساسا، يعني بنتي بياعه. وبيكون بين قاعد مع صديقه اللي اسمه شون، وبيقول له صديقه انه لازم ينسى سوزي وانه مش هيعرف يعمل ده الا اذا عرف واحده غيرها، لو انسى واحده بواحده يعني. وبيكون شون نفسه اساسا فاشل في الارتباط باي بنت، ورغم كده بيفكر بين في كلامه. وبنشوف بين وهو قاعد في اوضته اللي بيكون في سكن الجامعه بتاعته، وهو مش عارف ينام من التفكير في سوزي واحساسه بالندم لان هو اللي سابها. بيفضل احساسه بالحزن والندم يزيد لدرجه انه بيقوم يتصل بسوزي وبيعتذر لها، بتقول له يقفل السكه وانه اسفه مبقاش له اي 30 لازمه دلوقتي، وده لان في حد تاني دلوقتي في حياتها. فبيقفل معاها وبيرجع على اوضته وبيطلع صورها وبيتفرج عليها، ولما بيحاول انه يحرقها ما بيقدرش. وبيعاني بين من الارق لدرجه انه بتعدي شويه ايام بيكون مش قادر انه ينام فيها ولو لساعه واحده حتى، وبتسوء حالته النفسيه جدا وبيعدي الوقت عليه ببطء جدا. وبالرغم من انه بيحاول يشغل نفسه بحاجات كتير عشان ما يضيعش وقته وما يحسش بيه، الا انه بيفشل برضه، وتفكيره في سوزي بيزيد عن الاول. وفي يوم بيكون بين بيشتري حاجات من السوبر ماركت وبيشوف قدامه يافطة مكتوب عليها ان الماركت محتاج موظفين، فبيقرر بين انه يقدم على امل ان الوظيفة تشغل وقته وتلهيه عن التفكير في سوزي، وكمان بمقابل مادي. وبيتقابل بين في الوظيفة وبيختاروا الفترة المسائية، وبنشوف بين وهو في غرفة الموظفين وبتيجي زميلته في الشغل واللي بيكون اسمها شارون، وبيتعرفوا على بعض بسرعة جدا، وده لان شارون بتكون مستعجلة بسبب انها جاية متأخرة عن ميعادها. ولما بيشوفها جين كين بيحذرها بسبب التأخير. بيكون بين مركز في طريقة زمايله في الشغل اللي بيعدوا بيها الوقت من غير ما يحسوا بملل، زي مثلا شارون اللي مقررة انها ما تبصش في اي ساعة حواليها ولا حتى على ساعة ايدها عشان تقدر تعدي الوقت من غير ما تحس بملل. وباري ومات اللي بيكونوا زمايل بين في الشغل برضه يقدروا الملل بانهم يهزروا ويلعبوا باي حاجة حواليهم. وبيعدي اسبوعين بيكون بين ما نمشي فيهم نهائي ولو لساعة واحدة حتى. بيزيد تركيز بين في تصرفات كل اللي حواليه بسبب الحالة اللي هو فيها. بيشوف جينكنز وهو بيتكلم مع شارون واللي بتكون مش مهتمة بكلامه اصلا وقاعدة بتسمعه، وفي نفس الوقت بيكون باري ومات بيهزروا مع بعض زي عادتهم وبيرموا على بعض منتجات منتهية صلاحية. في اللحظة دي بيقدر بين انه يوقف الوقت وبتثبت كل حاجة حواليه في مكانها، وبيكون هو الوحيد اللي قادر يتحرك. وبيتمشى وسط الناس اللي ثابتين حواليه وهو مركز في تفاصيلهم جدا، وبيقف قدام بنت معينة وبتكون جميلة جدا جدا. فبيقرر بين انه يقعد قدامها ويرسمها من شدة جمالها، وده طبعا لانه ما بيكونش حد شايفه. وبعد ما بيخلص رسم بيروح على جينكنز وشارون واللي بيكونوا متثبتين طبعا في مكانهم. بيشيل جينكنز من قدام شارون وبيحطه بين باري ومات عشان المنتجات اللي بيرموها على بعض تيجي في وشه هو. وبعدها بيرجع بين الوقت يمشي طبيعي، وبيعمل ده عن طريق انه بيطرقع صوابعه. بيخلص بين شغله ولما بيرجع بيته بيلاقي شون صاحبه جاي عشان يطمن عليه، وبيبدأ يتكلم معاه في موضوع سوزي وبينصحه انه لازم يبطل تفكير فيها ويبدأ حياته مع واحدة تانية. بيكون بين قاعد بيسمع كلامه وهو زهقان، فبيقرر انه يوقف الوقت عشان يفصل شوية من كلامه. وفي الماركت بياخد بين باله ان شارون مركزة معاه وبيبان عليها انها معجبة بيه جدا. ولما بيتقابلوا في غرفة الموظفين بتقول له شارون انها جعانة جدا، فبيعزم عليها تاكل من اكله، وبيبقى مركز بين جدا في تفاصيلها وبيكون عايز يوقف الوقت بس عشان يفضل باصص عليها، ولكن ما بيكونش عارف يعمل ده عشان تفكيره مشتت بسبب شارون. بنشوف بين وهو قاعد مع صديقه شون وبيكون باين على بين انه مش مركز خالص، ولما صديقه بيلاحظ ده بيحكي له بين عن شارون. وفي الشغل تاني يوم بيسمع بين صديقه مات وهو بيقول انه قضى ليلة جميلة مع شارون، ولما خرجوا
مع بعض امبارح وارتبطوا ببعض. وبيدخل جينكنز عليهم وبيقطع كلامهم وبيقول لهم ان عندهم ماتش كوره قدام فريق الماركت المنافس ليهم، وانهم لازم يلعبوا كويس ويكسبوا الماتش لانها مساله كرامه. وفي المباراه بيكون فريق جينكنز فريق ضعيف جدا وبيدخل فيهم اجوال كتير لدرجه ان النتيجه بتكون 26-0 لصالح الفريق الخصم. لا واضح انها مساله كرامه فعلا. بتكون شارون موجود وفي اخر لحظه في الماتش بيشوط مات الكوره وبتيجي الكوره في وش جينكنز وبتعمل له نزيف. الله يبارك له، مات الجون الوحيد اللي جابه في وش مديره. وبيوصلوا الموظفين جينكنز المستشفى، ولما بيطمنوا عليه بيروح بين عشان يوصل شارون لبيتها. فبيقرروا انهم يروحوا يشربوا حاجه، وبيسالها بين لو هي مرتبطه بمات ولا لا. فبتقول له شارون ان هي ومات اصدقاء مش اكتر، وانها مش مرتبطه باي حد حاليا من بعد انفصالها عن حبيبها من 6 شهور. بيفرح جدا بسبب كلامها وبيكون حابب انه يعرف اكتر عن حياتها. فبتقول له شارون انها فشلت في الدراسه وبسبب ده ما عرفتش تدخل الجامعه، وانها بقالها سنين بتشتغل في الماركت، وانها كمان بتتعلم اللغه الاسبانيه يمكن تساعدها في سفر بره وتلاقي فرصه شغل كويسه. ولما بتساله عن حياته واحلامه بيقول لها انه بيحب الرسم ونفسه يبقى رسام مشهور واعماله تتعلق في اكبر معارض العالم. فبتقول له شارون انها من زمان كان نفسها تقابل رسام، لان الرسامين بيبقوا قادرين انهم يشوفوا الجمال في كل حاجه حتى لو كانت بسيطه. بيخلصوا قعدتهم وبيروح معاها بن عشان يوصلها. بيكون باين عليه انه فرحان جدا، وده بيكون ما حصلش من وقت كبير جدا. في تاني يوم في شغل بنشوف جينكنز وهو رابط رقبته ومناخيره وبيقول لشارون ان عيد ميلاده الاسبوع الجاي وعايزها تبلغ زمايلها ان كلهم معزومين. بتروح شارون تقول لبن على موضوع العيد ميلاد وتطلب منه يبقى رفيقها يومها، فبيوافق فورا وهو فرحان. قرر بن انه يروح لشون صديقه عشان يساعده في تجهيز الحفله. فبيقول له شون انه موافق لكن بشرط انه بن ياخده معاه الحفله الصحافه اجازه. وبيعدي الوقت وبيدخل بن في الاسبوع الرابع بدون اي نوم نهائي، وبيكون طلع سوزي خالص من دماغه الف بركه، وبيكون طول الوقت قاعد قدام شارون وموقف الوقت مخصوص بس عشان يرسمها. وبنشوف بن وشارون وهما واقفين في غرفه الموظفين، وبتاكد شارون على بن موضوع مروحهم الحفله سوا وبتبوسوا شارون وبتسيبه وتمشي. بيروح بن وبينام لاول مره من اسابيع، وبيصحى على تليفون جايله من شخص بيقول له انه معجب برسمه جدا وحابب يعرض لوحاته في المعرض بتاعه اللي هيتعمل قريب. بيفرح بن جدا انه اخيرا حلمه هيتحقق ولوحاته هتتعرض في معرض حقيقي، لكن بنكتشف ان ده اساسا مقلب عامله فيه مات زميله. وبيجي يوم الحفله بيروح بن لبيت شارون عشان ياخدها ويروحوا سوا، وبيقول لها على موضوع المعرض. فبتفرح شارون لانه اخيرا بن حلمه هيتحقق. وبيوصلوا الحفله وبتكون سوزي موجوده فيها، واللي بالصدفه بتطلع مرتبطه باخو جينكنز. ولما بيشوفها بن ما بيتاثرش وما بيكونش مهتم بيها اصلا ولا بوجودها، على عكس سوزي اللي بيبقى واضح عليها جدا ان هي بتراقبه. وبيتقابلوا بن وسوزي في الدور التاني من البيت، وبتتاسف لسوزي عن اللي حصل وانهم لازم يدوا فرصه تانيه لعلاقتهم. ولما بتشوفهم شارون بتفكر انهم رجعوا لبعض، فبيبعد بن سوزي عنه بسرعه وبيروح ورا شارون اللي بتكون قررت انها تسيب الحفله وتمشي. فبيوقف بن الوقت على امل انه يلاقي مبرر يقوله لشارون. وبيعدي يومين على بن وهو موقف الوقت وبيكون مش عارف يلاقي تصرف واحد يقدر يصلح بيه اللي حصل، فبييأس وبيقرر انه يرجع الوقت لطبيعته. ولما بيروح على بيت شارون عشان يعتذر لها ما بترضاش حتى انها تسمعه وتقفل الباب في وشه. بيجي يوم مقابله صاحب معرض اللوحات، ولما بيروح بن بيكتشف انه كان مقلب، ولكن صاحب المعرض لما بيشوف لوحاته بينبهر جدا بيها وبيقرر انه يخصص له ركن كامل في المعرض. وبتيجي شارون عشان تحضر المعرض وبتنبهر بلوحات بن اللي بيكون معظمها شارون. فبتروح له شارون ولما بيحاول يعتذر لها بتقول له انه مش محتاج يبرر او يدافع عن نفسه في اي حاجه، لان اللي هي شايفاه في رسوماته اكبر دليل على حبه ليها. وبيكون الجو بره بينزل تلج وبياخد بن باله من ده، فبياخد شارون وبيخرجوا يتمشوا في تلج. وبيقول لها بن انه قادر يوقف الوقت وبيوريها ده لما بيوقف الوقت وبيعترف لها بحبه. وبيقفوا هما الاثنين بيتفرجوا على تلج وهو ثابت حواليهم. وهنختم احداث قصتنا على كده. لو انت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعه في القناه وتفعل بعدها زر الجرس عشان تقدر تتابع كل اجزاء الافلام والمسلسلات اللي هتنزل هنا على القناه. سلام.